هاني العضو السياسي في اتحاد شبابنا كبيرو. بنسأل حضرتك عن مشاركة الاتحاد النهارده والهدف منها. اتحاد شبابنا النهارده موجود بكل كوادره، موجود اللجنه، لجنه النظام، اللجنه الاعلاميه، اللجنه الطبيه، موجود بكل كوادر الاتحاد العلاقات العامه. كلنا موجودين النهارده، موجودين كمواطنين مصريين بنشارك في قضيه وطنيه. النهارده الملف القبطي اظن ما طرحش خالص، احنا بنطرح قضيه وطنيه. نازلين النهارده نقول الثوره اولا. شعب مصر ما نالش كافه الحقوق اللي كان المفروض ينالها في الثوره. شعب مصر عنده شهداء لحد دلوقتي محاكمات اما مؤجله او غير موثوق في المحاكمات اللي بتتم فيها. شعب مصر لحد النهارده حقوقه الماليه الخاصه بالمرتبات، حقوقه الاجتماعيه، حقوقه السياسيه ما خدهاش. النهارده الثوره ابتدت يوم 25 يناير واحنا النهارده يوم 8 يوليو، وكان الثوره ما جنيناش منها اي ثمار. كل اللي جنت ثمارنا اشارت رمز النظام اللي هو حسني مبارك وبعض معاونين. الوضع دلوقتي وضع خطير جدا. الشعب نزل ميدان تاني على الدوله ممثله في مجلس العسكري الحاكم رسمي، على الحكومه اللي هي السلطه التنفيذيه، على كل جهات الدوله تنتبه. الشعب المصري يئن، الشعب المصري يشعر ان ثورته لم تحقق اهدافه. احذروا غضبه الشعب المصري. اما نحن كأقباط مصريين وكمسيحيين موجودين جزء من الوطن ده اللي جاي زايد النهارده ونازل باسم الدين، اذا كان الاخوان ولا السلفيين يبقى اسم الدين ويدوروا بدوله دينيه. قال لهم عيب يا جماعه، عيب. البلد دي مليانه شركاء كتير جدا في الوطن. احنا النهارده شاركنا مع مجموعه الاحزاب اللي بتتكلم عن الحريه وعن الدوله المدنيه. الناس الحقيقه كان المساحه لينا كويسه جدا، ولادنا مايكل كان من الشباب اللي هتفوا وكان جمع ناس كتيره جدا. كان في محاوله ابتداء على المسرح ده من خلال بعض الاخوان، لكن الحقيقه تم احتوائها. هم عمليا انسحبوا، والحقيقه هم برضه ما كملوش الصدام وتصرفوا بشكل كويس ومشوا عن المسرح، واحنا كملنا. رامي مطرب الثوره كان موجود، الشعب كله تجاوب معاه جدا وكان جو لطيف. الدكتور عبد الحميد زاوي قال كلمه حقيقه رائعه ومبسوط اليوم جدا. اسمع مايكل كده كمان طبعات ومايكل من ولاد الاتحاد تمام ولجنه اعلاميه. عايز اسال بس حضرتك سؤال يوضح الرؤيه. الاتحاد ما حدش ينكر ان هو مبدأه الرئيسي ان هو بيدافع على القضيه القبطيه والقضيه المصريه بشكل عام. مدنيه الدوله اللي هي مش طرفيين، اللي هي بتتكلم مدنيه الدوله، اللي هي من مصلحه الاباط ومصلحه الدوله كلهم. عايز اسال ما الفايده بالنسبه للاباط اللي هتعود من مشاركه الاتحاد النهارده؟ انت مش ضيف يا استاذ مايكل، انت هنا مفيش حاجه اسمها ايه الفايده اللي هتعود عليك، انت مش ضيف. انا بسال سؤال بس ممكن يتردد على لسان بعض الاباط اللي هم مش حاسين ان هم مثلا مدى مشاركه الاتحاد او مشاركه الاباط النهارده لها دور. اتذكر قبل ما يتنحى مبارك ب3 ايام او يومين عملنا تقبيل لشهداء كنيسه القديسين في اسكندريه، وكان معانا مجموعه من ولاد الاتحاد قبل تكوين الاتحاد، وده بالتاريخ. كنا الشباب كتير موجودين، وابتدينا مسيره لفت ميدان التحرير، شايله صور شهداء قديسين اسكندريه لفت الميدان كله. كل شعب الميدان اللي كان بيطالب باسقاط النظام واسقاط مبارك بقى يهتف معانا. يعني الناس مش بتتعرف على مشاكل الاباط غير من الميدان. ده معناه ايه؟ انت جزء من الوطن يا اخي، انت جزء مما يحدث في هذا الوطن. يعني من البلد كلها تمطر عليها المطر، وانت الوحيد اللي ما تجيش عليه، يبقى انت مش من البلد. لازم تنزل وتقول انا مصري، تحترم وطنيتك، تحترم طائفيتك. انا الطائفيه او المسيحيه وسام على صدري، شرف ليا، لكن جزء من نسيج وطن وارض بعيش عليه. يعني مش ممكن الاباط ياخدوا حقهم من غير ما يكون في دوله اساسا. فاللي بنعمله دلوقتي ان انت بتشارك في بناء دوله تقدر تاخد فيها حق. دوله مصر الجديده تتكون، التاريخ يسطر الان، فعلينا ان نتواجد وهو يكتب. فاذا لم نتواجد سيكتب، ونحن لن يرانا التاريخ مره اخرى. علينا نبقى متواجدين عشان نكتب مع اللي بيكتبوا، ونهتف مع اللي بيهتفوا، ونشأ مع اللي بيشكوا، ونعتصم مع اللي بيعتصموا، ونكافح كفاح نضالي سلمي مع الوطن مصر
وقضيتنا. شكرا استاذ مايكل من شباب ماسبيرو، وشه يمكن معروف لنا كلنا. هنتكلم على اللي جواك اللي خلاك تيجي النهارده يا مايكل والدافع الاساسي. هو في البدايه كان نفسي اقول مبروك على الثوره المصريه، بس اقول مبروك ازاي والثوره لسه ما نجحتش او ما فيش اي تغيير حقيقي فيها، لسه ما فيش تغيير اتحقق، ونتمنى يكون في تغيير حقيقي. احنا نزلنا النهارده اتحاد شباب ماسبيرو علشان خاطر نشارك مع كل المصريين ان احنا جزء من مسير الوطن، وكمصريين بنطلب اعدام الفاسدين والنظام الفاسد والحلول السابقه اللي لسه موجوده لغايه دلوقتي واللي لا تزال تحكم مصر، وبنحاول نلحق الثوره اللي بيحاول يسرقها تيار ديني بيتكفى ورا صوره دين معين. احنا بس نازلين النهارده عشان نقول من حقنا نطلب القصاص، عايزين نطلب حقنا كمصريين، عايزين الفلوس اللي اتسرقت واتنهبت واتسرقت من البلد، عايزين نحاكم المسؤولين اللي خذلوا الشعب المصري طول 30 سنه. تخيل 30 سنه حد بيسرق، واللي هم كانوا جزء من ملف الاقباط والفتنه الطائفيه. بالظبط، واللي هم اثروا الفتنه الطائفيه طبعا زي حبيب العدلي وطبعا الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. فبالتالي احنا كاقباط انا بدعي كل اقباط مصر، كل اقباط العالم المصريين ينزلوا على خاطر يتضامنوا ويشاركوا، لان ده حقنا، احنا نازلين نشارك، ده حقنا كمصريين. كلمه للشباب بقى يا مايكل. كلمه للشباب ماسبيرو ولا الشباب؟ لا شبابنا احنا شباب الاقباط. كلمه شباب الاقباط، انا بتمنى من شباب الاقباط احنا لازم ننزل علشان خاطر نوريهم ان احنا مصريين ولنا حق في البلد، لان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي. انت جاي تطلب حقك في دوله مدنيه سواء كان دستور او مش دستور، انت جاي تنقذ الثوره اللي اتسرقت. عايزين نقول مبروك للثوره. امتى هنقول مبروك للثوره؟ غير لو الثوره نجحت واتغيرت مصر. بس تقول لشباب الاقباط ان هم مشاركتهم مش مستنيين اذن من حد. لا طبعا احنا مش مستنيين اذن، الكنيسه فوق عيننا وراسنا، بس في الدوله المدنيه الكنيسه بتنفصل عن القطاع السياسي، فمشاركتنا السياسيه الدين كويس جدا، واحنا بنصلي ونتعبد في الكنيسه وعارفين ربنا كويس، لكن في مشوار السياسه احنا نازلين اعترافنا وانتمائنا الاول لمصر، نازلين مصريين رافعين شعار علم مصر، نازلين عشان خاطر ننقذ الثوره اللي بدأناها والاقباط كانوا اساس فيها مش اكتر. شكرا مايك. شكرا.